فيديو جديد ومعاكم نهى في ريفيو جديد. النهارده هنتكلم عن منتج انتوا سألتوني عن رأيي فيه ايه. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نتكلم على المنتج بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين النهارده هنتكلم عن الماسك الليلي بتاع نوفيج من شركه اوريفليم. الماسك دوت حجمه 50 مللي. الماسك ده مكتوب عليه ان هو انتنس سكين ريتشارج اوفر نايت ماسك، يعني بيدي عنايه مكثفه للبشره، بيعمل لها اعاده حيويه. انا بالنسبه لي الماسك دوت انا قربت اخلصه، عشان كده انا بعمل لكم عنه الريفيو. الماسك ده بالنسبه لي هو كريم مرطب مكثف، يعني هو مش اوفر نايت ماسك حاجه واو. بصوا هو انا خلصته، مش فاضل فيه غير الحبه دول زي ما انتم شايفين. انا بستخدمه ككريم مرطب ليلي، لكن كماسك ليلي ان انا احطه والاقي نتيجه مبهره الصبح لا، ما حسيتش كده خالص. ولكن هو ككريم ليلي هو كريم مغذي رائع جدا، يعني بيدي افكت البشره وتغذيه كده، وبتحسي ان انتي بشرتك اتغذت تغذيه مضاعفه. ده فعلا يعني تغذيه مكثفه. لكن ان انا احطه كماسك واحس فرق الصبح لا، بالنسبه لي هو زيه زي اي كريم مرطب تقيل ليلي. الكريم الليلي معروف ان هو بيبقى الكفاءة بتاعته عالية لانه ترطيبه اعلى عشان بيشتغل على البشرة اثناء الليل. لكن كماسك اللي هو بتصحي الصبح تلاقي تأثير وانبهار وكده لا، ما حسيتش. كل اللي حسيته بأمانة يعني ان هو كريم بيغذي البشرة بشكل مكثف، بيديني التغذية اللي انا عايزاها بيه. فده كده كان رأيي في الماسك الليلي بتاع نوفيج. طبعا انتوا شايفين الباكجينج بتاعه رائع جدا. انا بحترم بصراحة الباكجينج بتاع منتجات اورفلام، خصوصا اللاين بتاع نوفيج. بس انا يعني تعقيبي عليه ان هو اسعاره فلكية ومبالغ فيها. في حاجات كتير برضو جربتها من اورفلام. جربت السكراب والبيل بتاع نوفيج هكلمكم عنه كالاصدار القديم والجديد، وجربت حاجات كتير برضو من اللاين بتاع اوبتيمالز، وفي حاجات كتير بصراحة جربتها من لاينز كتير. فهنعمل كده سريعة عن رأيي في المنتجات دي، عشان خاطر برضو اديكوا فكرة عن رأيي، وبرضو تشاركوا البنات تحت في التعليقات آرائكم. فده كان رأيي في الماسك الليلي بتاع نوفيج. مستنية بقى آرائكم تحت في التعليقات، وأتمنى يكون الفيديو أفادكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات أحلى على خير. باي باي.